السلام عليكم. نفس الموضوع اللي بنحكي فيه كل موسم، يعني الموضوع اللي بنحكي فيه كل موسم في الصيف هو نفس الموضوع اللي هنحكي فيه تاني وهنعيد الكلام فيه تاني. الأفراح والليالي والحفلات اللي بيبقى فيها خمور وفيها سكر وفيها شرب وفيها كل البلاوي الزرقاء اللي بتحصل. أنا مش عايز أتكلم في قصة حرام وحلال والكلام ده، كل واحد عارف الحلال وعارف الحرام فيه. أنا بتكلم على اتنين، بتكلم على صاحب الفرح وبتكلم على الناس اللي جاية مدعية. صاحب الفرح انت جايب بقى خمور وبيرة وسكر وشرب وعم توزع وتفرج وجاي على الفرح كله بسم الله ما شاء الله مخليه عبارة عن جهنم. طيب دي شيلتك. انت اللي مدعي وجاي دخلت الفرح وربنا مبتليك بتشرب. طب اقعد لك على جنب واشرب، اقعد لك على جنب واشرب زي ما عايز تشرب اشرب. ايه لازمة واقف في الفرح وقزازة في يدك وسجارة ملفوفة في اليد التانية وعم تتطوح وترش على ده وترش على ده وترش على ده وترش على ده؟ ايه في مالك؟ انت ربنا ابتلاك بالشرب والسكر، يا سيدي اقعد، اذا بليتم فاستتروا، يعني اقعد على جنب كده واشرب زي ما عايز تشرب. طيب يجي واحد يقول لك ده فرح يا راي خلينا نستفرح. لا مش فرح يا سيدي، ده مش فرح، في ناس محترمة في الفرح، وانتوا بالعمايل دي اجبرتوا الناس اللي بتحب الليالي وبتحب الكف وبتحب الفن ونفسها تحضر ليلة ما بتحضرش. اقسم بالله في واحد حلف لي يمين قال لي انا نفسي احضر ليلة كف. لياسر رشاد لعمار لعيد ليونس لابو الريش لاي فنان اي حد بيغني نفسه يحضر ليلة كف، بسبب الحاجات اللي بتحصل في الليالي ما بيحضرش، بيقول ما بحضرش. يعني انت بيع خمور، بيع مخدرات، شرب وسكر ومش عارف ايه وايه وجلبان كتير، افلام بقت غريبه في الليل، بقت حاجات غريبه، بقت سنه مؤكده في الليل. الليله اللي ما فيهاش كذا ما تبقاش ليله. طيب انت جيت وربنا مبتليك وبتشرب وبتسكر، ايه لازم تقوم من مكانك وتمسك ازازتك في يدك وسجارتك في يدك وشغال طويح وكاميرات بقى بتصور ومش عارف ايه وافلام وحوارات؟ طب دي نقطه. في مصيبه اكبر، في مصيبه اكبر من كده. انت شارب وسكران وضايع في 60 داهية، كمان مطلع الطبنجة بتاعتك وتضرب لك طلقتين بتجان للعريس وانت مش وازن نفسك عم تتطوح. طب انت عارف الطلقة دي رايحة فين؟ طلعت الطبنجة بتاعتك وضربت لك طلقتين في الهواء وانت سكران، انت عارف الطلقة دي رايحة فين؟ طالعة فوق كده. في البلكونة ناس، في الدور الثاني ناس، في على السطح ناس، ولا اللي يروح يجيب لك شمروخ ويقعد يولع ويقعد يعمل له كده الشماريخ دي اللي تضرب زي الطلقة كده. رايحة بقى في بلكونة، رايحة على سباتة، رايحة على قمح، رايحة على زرع، بين ما تروح تروح. هي دي أفراحنا؟ هي دي الأفراح بقت كده؟ أنا بصراحة بستغرب والله. يعني بغض النظر عن إن إحنا بنغني ولا بنغنيش ولا بنعمل زي ما بنعمل، بس الواحد لو شاف غلط يقول. افرحوا وارقصوا وهيصوا وطبلوا زي ما عايزين تعملوا اعملوا، بس ما توسعوهاش قوي عشان مسخت وجابت آخرها. والله العظيم منظرنا زبالة، منظرنا وحش قدام الناس. الله يصلح حالكم وحالنا يا رب.